اكبر نصاب في التاريخ. كيفاش هاد خونا اللي كان تيبان ملياردير في دبي صدق ناس بلا عباد الله في نص مليار دولار، ولكن دار غلط واحد في انستغرام وهو يطيح. تبع القصه حتى الاخر وغادي تصدم من الاحداث. القصه ديال اليوم على هاد النصاب اللي سميتو ريمون عباس، اللي تشهر في انستغرام بلقب هاش بابي. قبل ما يتشهر تولد في واحد الاحياء اللي فقيره في نيجيريا، تقريبا هادشي في الاخر ديال التسعينات، وفي البدايه ديال الالفينات بدات الانترنت كتشهر في العالم كامل، والناس اللي كانوا عايشين في نيجيريا كانت الفرص ديال الخدمه قليله بزاف، وتماك بداو تيتعاطاو الانترنت بزاف. كانوا كيتجمعوا في القهاوي وكنسبوا على عباد الله، كانوا تيديروا الاف ديال عمليات النصب. وصاحبنا هاش بابي اللي غادي نهضروا عليه اليوم كان معاهم، ومني كان صغير كان داخل مع هادو كانوا كيستعملوا الايميل ديال ياهو، وكانت سميت العصابه اللي كان فيها ياهو بويز، وكانوا ديما كيستهدفوا الميريكان. كانوا تيجمعوا الايميلات بشي طريقه وكيبقاو كيستهدفوا الناس عشوائيين، وكانوا كيصيفطوا لهم ميساج في الايميل ملي انا مدير ديال البنكه ولا محامي وبغيت نحول هاد الفلوس لبرا ديال نيجيريا. وهاد طرق النصب كانوا حتى حنا عندنا في المغرب، اللي كانوا هي مؤخرا قبل من كورونا كانوا تيديروهم، ولا كانوا تيقولوا ليه راه عندنا شي فلوس وبغينا ندوزوهم لك للحساب ديالك حيت انت نفس الكنيه ديال هاد الشخص وما عندوش شي واحد اللي غادي يورثو. كانوا تيدخلوهم بهاد الطرق هادو باش ينصبوا عليهم، وهذاك كيطمع اللي بغيت تنصب عليه وتسمع بالله كاينين الملايين بيوصلوا للكونت عنده وكيتحمس بزاف. تماك النصاب تيقول ليه خصك تصيفط لنا 500 دولار ولا 1000 دولار باش نعرفوا الكونت ديالك واش خدام ولا لا. تماك النصاب تيشوف 500 دولار ولا 1000 دولار قدام هاد الفلوس كامله اللي قليله بزاف، وتيقرر باش يصيفط لهم الفلوس. يوم فوا تيصيفط لهم الفلوس تيبلوكيوه. وكاينين عصابات اخرين اللي تيبقاو تيقولوا ليه خصك تزيد لنا الفلوس باش يوصلوك الفلوس كاملين. وهاد طرق النصب باقيين حاليا حتى لدابا، وكانوا تيديروا بلانات اخرين باش ينصبوا عليهم. كان مثلا بحال نصاب تيرد راسو بنت وكيدخل مع شي واحد في الشاط وكيطول معاه في الهضره وتيدخل معاه في شي علاقه، تماك بشوي بشوي كيبقى يطلب ليه الفلوس. هادشي تقريبا في البدايه ديال الالفينات، والنصابه كانوا تيحاولوا يستهدفوا الميريكان بزاف حيت كانوا تيشوفوا عندهم الفلوس. والنصبه اللي كانت تشهرت بزاف هو كيستهدفوا الميريكان وتيقولوا لشي واحد انا جندي وواحد في افريقيا، كيحاولوا يتلعبوا لهم بالعاطفه ديالهم. وتما كيشوف هذاك الامريكاني بلا هذا الجندي واحد في افريقيا وتضحي براسو على ودهم هما، وتيقول ليه صيفط لي الفلوس باش نرجع في حالي الامريكان. ولا رديتو معايا البال كاع هاد الطرق اللي قلنا كاملين كيحاولوا يتلعبوا المشاعر ديال الناس. هاد الطرق كانوا تيصدقوا لهم بزاف، وحنا هاد الطرق كانوا عندنا حتى 2016 باقيين. ولكن حاليا اللي ولا دابا كتير بزاف هو التسويق الهرمي اللي ولا عندنا في المغرب، وكنشوفوه كتير بزاف. وتنصبوا على عباد الله بحال تيطلبوا الفلوس الناس بشوي بشوي، تيبقاو تيطلبوا لك 500 درهم ويرجعوا لك 1000 درهم بشوي بشوي. فاش توصل معاهم 5000 درهم تيجيولك الفلوس كامله. ودابا رجعوا القصه ديالنا، وصاحبنا العزوه هاش بابي كان من هذا النوع، كان تيلقى الايميلات وتيصيفط بزاف وتدوز شي سوايع قليله وتبدا ينصب على عباد الله فاش تشد في شي واحد. وتماك فاش ولا تيدخل شويه تاع الفلوس قرر باش يدخل على العصابه اللي كان خدام فيها. تما ياك هو قرر باش يدير عصابه ديالو خاصه به ويكون هو الرئيس ديالها، وبشويه بشويه بدا يبني العصابه ديالو وكيدخل فلوس كثيره. وهذا النصاب كان تيحلم يدير عمليه النصب اللي كبيره بزاف، بلاص ما يبقى تيصيفط الايميلات كل نهار يولي هو تيهاك الايميل. وهاش بابي بدا يدير بلاصتو في الدومين وتيتعرف على نصابه كبار اللي كيضربوا البنوك والشركات، ودخل في واحد المجموعه معاهم وبدا تيجمع ما بين النصابه والهاكر باش يكون شي عصابه اللي واعره بزاف. فبلاص ما يبقاو تيصيفطوا الايميلات ولاو ديريكت كيخترقوا الايميل. ولكن كيفاش غادي يخترقوا الايميل وهادشي غادي يدخل لهم الفلوس؟ هادشي اللي غادي نعرفوه كامل. والفكره اللي كانت عنده ما غاديش يخترق الايميل العاديين، غادي يقصد ايميلات اللي كبار بحال ديال الشركات والبنوك، ايميلات ديال المسؤولين. اول حاجه خص يلقاو شي شركه اللي كبيره بزاف ومعروفه وعندها كليان، وتيشوفوا شكون المحاسب ديالها وكيخترقوا ليه الايميل. وما غاديش ندخلوا كيفاش يخترق ليه الايميل حيت ماشي هو هذا الموضوع ديالنا. ومنين تيخترقوا الايميل تيدخلوا ليه وما تيديروا والو، تيبقاو جالسين وتيتفرجوا في الميساجات اللي تيدخلوا الايميل وتيخرجوا وكيفاش تخدم الشركه، وهما جالسين حاضر البيسي ديال المحاسب وتيشوفوا الايميلات الرسميين ديال الشركه، وتيبقاو تيراقبوا بزاف الكليان اللي تيشريو من عندهم. وهاد الكليان فاش يشريو من الشركه اللي تيكونوا تيشريو ديما، الشركه كتصيفط لهم واحد الايميل فيه الفاتوره اللي شراوها باش يخلصوها. وهنايا فاش يجي الدور ديال هاش بابي والعصابه ديالو
فاش تيشوفوا الفاتوره وصلت للكليان تما كيشدوا ديك الفاتوره وتيعدلوا عليها، تيخليوها كما هي، تيمشيو للتريب وتيبدلوه. وهاش بابي تيدير الريب ديالو تماك تيعاودوا يصيفطوا ايميل جديد للكليان تيقول ليه اسمح لنا اوقع واحد المشكل في البيانات وها هي الفاتوره ديالك الجديده، ويقدروا يزيدوا حتى الثمن عليه. تماك الكليان فاش يشوف الفاتوره الجديده واصله من نفس الايميل تيثيق فيهم، تيتسحبوا الشركه وتيدوز لهم الفلوس، ولكن الفلوس ما تتوصلش للشركه، تتوصل لهاش بابي. ومن بعد كيمسحوا كل شيء باش المحاسب ما يعاقب والو، واصلا المحاسب ما تيكونش مقابل داكشي كل نهار. ونفس البلان يقدروا يعاودوه مع كليان اخر وكليان اخر، في بلاصه ما يمشيو يهاكيو ايميل ديال شركه اخرى، والمحاسب هنا ما عرفش بلا كاع هادشي تيوقع وما فراسو والو. تدوز تقريبا شهر ولا شهرين فاش يجلس المحاسب وتيراجع البيانات كاملين، تيلقى بزاف ديال الفلوس ما وصلش للشركه. تماك عاد باش تعرفوا بلا الكونت ديالو كان مهاكي، هو بزاف ديال اللي معاه في الشركه حيت ما تيجيوش يوصلوا ليه هو ديريكت تيهاكيو، تيكونوا عند شي موظف صغير وبشوي تيبقاو طالعين حتى توصلوا للمحاسب. هذه هي الطريقه اللي كان معتمد عليها هاش بابي. تماك فاش يديرها الكليان الاول الكليان الثاني كيدوز يقلب على شي شركه اخرى اللي معروفه في المارشي، وبهذا البلان هاش بابي الثروه ديالو كتكبر والعصابه حتى هي كتزيد تكبر، حيت ما كانش هو في العصابه ولا شي ثلاثه اللي معاه، كانت العصابه كبيره شويه. ولكن في هذاك الوقت فاش كان في نيجيريا كانت الكونيكسيون ضعيفه، وهذا كان عنده مشكل. عاد باش عمليات النصب كانوا تيخرجوا بزاف من نيجيريا، هادشي كان تيضيع عليه فرص اخرين حيت كانت المنافسه بزاف. عاد باش نيجيريا كانت تحط واحد القوانين اللي صعاب بزاف حيت كانت عارفه هادشي تيوقع، واللي قبضاتو كتجي للحبس وكانت تتقلب عليهم بواحد واللي جداتو كتجيه، حيت كانت السمعه ديالها كتخسر قدام العالم كامل، حيت الولايات المتحده كانت عارفه من تيجيو عمليات النصب بالضبط من افريقيا من نيجيريا. هنايا هاش بابي فاش شاف ولا يدخل الفلوس جا الوقت باش يخرج من نيجيريا ويمشي شي بلاصه اخرى. وفي عام 2014 مشى من نيجيريا حتى لماليزيا وتماك فين تيستقر، حيت كانت كونيكسيو تماك خفيفه بزاف وفي بي ان اللي قويه بزاف باش يخبيو راسهم. والنصابه الاخرين اللي كانوا في نيجيريا حتى هما مشاو لماليزيا. وهاش بابي كيقرر يدير واحد الغلط اللي خايب بزاف، تيصاوب انستغرام ولكن ما تيدير سميتو الحقيقيه، تيدير هاش بابي، هذا هو اللقب ديالو باش معروف. بدا في الاول كيحط تصاور عاديين ديالو حيت هو كان نصاب وما خصش يبين الفلوس اللي عنده، ولكن الغلط اللي دار الكبير هو بدا تيحط تصاور وفيديوهات وديال الطوموبيلات الغاليين بحال لامبورغيني، وتيضرب الحوايج الغاليين ومكانات اللي غاليين بزاف. كان تيضرب مكانه دايره 200,000 دولار 300,000 دولار، وتيتقدى الحوايج عند لي مارك اللي غاليين. بدا تيسوق لراسو ودار براند لراسو. المشكله كبيره اش تيجي، كان تيمشي غير البلايص اللي غاليين بزاف وكاع داكشي اللي تتخيل في راسك كاين عنده. كان تيوري الناس الحياه ديالو اللي عايش في انستغرام، وكان تكتب لهم في البوستات وتيحفزهم باللي هو كان فقير وعايش واحد الحياه اللي خايبه بزاف، وتقاتل للحلم ديالو ووصل. وفعلا كله تيوصل وكله طريقته. هو اختار هاد الطريقه هادي ديال انصاب على الناس، وهذا هو المحتوى اللي تشهر به هاش بابي. وهنا يبدا كيجمع متابعين كتار في انستغرام، توصل 2.5 مليون متابع، ولا داير بلاصتو في انستغرام ومشهور. ولكن الكونت دابا الا قلبتو عليه ما غاديش تلقاوه، تمسح من دميطه. ودا كيبني واحد العلاقه اللي كبيره بزاف مع اغنياء والمشهورين، وتعرف على واحد في دبي سميتو مونبا، حتى هو كان تيحط تصاور في انستغرام وتيبين الفلوس اللي عنده، ولكن ما عرفناش واش حتى هو كان تينصب على عباد الله ولا لا. وكان تيخلط بين المشاريع اللي عنده قانونيه واللي ماشي قانونيه. وهنا يقنع هاش بابي باش يجي يعيش في دبي معاه، قال ليه هنا تعيشوا الاغنياء والناس اللي عندهم الفلوس وغتعيش مرتاح بزاف وتكبر الثروه ديالك. ولكن ما عرفناش واش مونبا كان عارف هاش بابي من تيجيب الفلوس، وكان تيسوق لراسو بلا عنده عقارات حيت ما يقدرش يقول لهم انا نصاب في انستغرام. وهنايا هاش بابي اقتنع ومشى لدبي في عام 2016 وبدا تنشر في انستغرام وزاد بزاف بلا عنده الفلوس، وكان تيلبس غير الحوايج الغاليين وتيبين راسو بلا عنده فلوس كثيره، وكان تيشري الحديد الواعر، وكان تيجيب الشك حيت العيشه اللي كان عايش خياليه، كاع داكشي اللي تتخيل كان عنده. وتيمشي للسهرات اللي كبار اللي تيكونوا فيهم غير البرجوازيين، فاش يكون عنده عيد ميلاد تيجيب كاع المشهورين والاغنياء. ولكن هادشي اللي كان تيبين الناس بلا هو عنده الفلوس وتيجيبهم قانونيين، ولكن في الكواليس نشوفوا اللي شدو كيسوسو كان نصاب برو، وقدام الناس مستثمر عقاري وناجح في حياته، والناس يثقوا فيه وتتبعوه. واحد المره هو والعصابه ديالو كانوا بيديروا واحد عمليات النصب على واحد النادي اللي معروف بزاف ومشهور، النادي الانجليزي، وكانوا بيديو لهم 124 مليون دولار لواحد الثمن خيالي واللي كان تيديه لبنوك اخرين. وهكا ليهم الايميل ديال النادي ومنظر ديالو
فاش وصلوا لديك ليطاب بيدوزوا الفلوس. واحد البنك بريطاني رفض يدوز الفلوس العصابه ديال هاش بابي الكونت اللي كان عنده في المكسيك. واخا هاد العمليه فشلت ليهم، كاينين عمليات اخرين نجحوا، بحال واحد البنكه اللي في ميريكان اللي داو ليها 13 مليون دولار. والتوتال اللي كان جمع هاش بابي من عمليات النصب كان واصل ل 500 مليون دولار، نص مليار دولار. فلوس اللي كثيره بزاف، داكشي علاش قدر يعيش حياه الرفاهيه وكان تيلبس الحوايج الغاليين، وكانوا تيعيطوا ليه هاد البراندات الحفلات عندهم، وكانوا تيقدموا ليه هدايا حيت كان تيشري بزاف من عندهم، وكان تيحط تصاور في انستغرام. ولكن هو ماشي بالغرض ديالو باش يدير لهم اشهار، حيت هو كان تيجيب فلوس كثيره، الاشهار ما غادي يدير ليه والو. بحال هاد التصويره اللي كان حاطها شبابي في انستغرام كلها مقدتي من نفس الماركه فينجي، تقريبا يكون خسر هنا واحد 500 الف دولار اللي هي 500 مليون مغربيه. وهنا الشركه فاش تشوف هادشي عيطات ليه وقدمت ليه هدايا في العيد الميلاد ديالو، وعطاتو واحد الكيكه فيها التاريخ ديال الميلاد ديالو، وحطت تصاور في انستغرام. هو ما كانش محتاج الفلوس ولا الهدايا ديال الشركات، حيت هو والعصابه ديالو كانوا تيشفروا الملايير ديال الدولارات، وكانوا تينصبوا بزاف على الامريكان. وهادشي اللي جاب ليهم العين اونات الاف بي اي، وهنايا الاف بي اي حطت عليهم العين. وفاش بداو تيبحثوا تيقلبوا لقاو كلشي كاين في الكونت عنده في انستغرام، وكان تيسهل عليهم يتبعوا فين تيمشي وفين تيجي، حيت ديما كان تيبوستي. وفاش شافوا هذيك التصويره اللي حط ديال الكيكه تاع العيد الميلاد ديالو من التاريخ ديالو، قدروا يعرفوه، حيت هو فيدفع الفيزا الامريكان. وتماك الاف بي اي كتصاوب واحد الطلب باش تدفعوا الحكومه الامريكيه باش يعطيهم السميه الحقيقيه ديالو وكاع المعلومات اللي عليه. وهنا فاش وصلوهم النسخه ديال الباسبور ديالو قدروا يعرفوه. وفاش بداو تيبحثوا وتيقلبوا عليه لقاو بلا هو تولد في نيجيريا. وفاش شافوا العائله ديالو وجاوهم معلومات عرفوا بلا عائلته ما كايناش الفلوس، وتماك جاهم الشك بزاف والفلوس اللي كان تيبين في انستغرام، وبداو متبعينه بشوي بشوي. كانوا ديما حاطين عليه في ستوريات اللي تيحط وكل شيء. وهما مقابلينه وما يشدوا واحد سميتو عمر، وهما مقابلينه وما يشدوا واحد سميتو عمر الغالبي. كانت عنده جنسيه كنديه ولكن من اصول عربيه، وباينه هي من اللوجه ديالو. وهاد خونا كان خدام مع العصابات تيدير ليهم تبييض الاموال بحال النصابين كوريا الشماليه الهاكر، قاعد وكان خدام معاهم. فاش شدوه قلبوا ليه التليفون والبيسي ولقاو عنده واحد الليسته كبيره، ولقاو معاهم التسميه ديال هاش بابي، حين كان تيدوز ليه الفلوس للحساب ديال المكسيك والكونطات اخرين اللي كانوا عنده. وهنايا عندهم دليل اللي قوي بزاف، وتما كيتواصلوا مع البوليس ديال دبي وتيصاوبوا جوج بريغاد اللي كبيره بزاف، وتيتبعوا هاش بابي من ستوريات اللي تيحطوا اي بي ادريس اللي كانوا متبعينه. وهنا تيخرجوا جوج بريغاد اللي كبيره باش يشدوه. نهار 8 يونيو 2020 تقريبا في جواي فاش كانت كورونا، دخلوا له بلايص كثيره فين كانت ساكنه العصابه ديال هاش بابي، وهو دخلوا ليه لواحد الفيلا اللي كبيره بزاف فين كان ساكن. قبضوا تقريبا 12 واحد من العصابه ديالو، وتخيلوا ديال الفلوس اللي كانت محطوطه عند هاش بابي لقاو عنده 12 مليون دولار اللي كاش محطوطه. وهاد الفلوس اللي كثيره تكون عند العصابات عاد باش الكونطات اللي يحجزوا ليه فيهم الفلوس في دبي. وهذا الشيء كامل كي دارت تقبض وخرج عليه انستغرام فين كان تيحط تصاور وتيبين الحياه اللي كان عايش، حيت بزاف ديال الهاكر ما تيبينوش حياتهم في السوشيال ميديا. وفاش هاش بابي تشد في دبي سلموه للامريكان باش يتحاكم، وجات المحكمه في 2022. المشكل الكبير هو حكموا عليه غير ب 11 عام. ما عرفتش علاش يكون دار معاهم شي اتفاقيه ورد لهم الفلوس بزاف، ولكن 11 عام قليله حيت تقدر ينصب على الناس بزاف، وكانت عنده عصابه اللي كبيره. وهنايا وصلنا للخرج ديال القصه. خليو معكم لايك وكومونتير واشتركوا في القناه باش ديما يوصلكم فيديوهات جداد. نشوفكم في الفيديو الجاي.